بسم الله. نتيجة سلبية تانية حققها النادي الأهلي قدام إنبي بالتعادل الإيجابي 1-0. وقبل كده بنتكلم في أي حاجة في المباراة، عمرك ما هتعمل بعض اللقطات في المباراة دي ومستني أي نتيجة إيجابية هتحصل. لما لاعب عندك ابن النادي المحترف اللي أنت جايبه عشان ينقذك، الصفقة السوبر اللي أنت جايبها محمود حسن تريزيجيه، يجيب هدف بعد ما بيقدم أسوأ أداءاته في حياته مع النادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة، وبعد ما يجيب الهدف وربنا يكرمه بهدف، وبعد ما الجمهور يستحمله وبعد ما يكون خلاص جايب اخره منه، يعمل ايه كابتن محمود حسن تريزيجيه؟ يسكت الجمهور. انت مستني ايه؟ هي دي روح اللعيبه اللي جوه. نعمل لكم ايه اكتر من كده؟ كابتن محمود الخطيب قعد معاكم وكلمكم واداكم رساله ايجابيه ومحفزه، ويلا وانتوا احسن كواليتي وما ينفعش اللي بيحصل معاكم ده، ولازم تثبتوا للجمهور. كل ده بص بيدخل من اليمين يطلع من الشمال، ومفيش حد من اللعيبه سامع اي حاجه. مفيش اي رد فعل حقيقي ومحترم. ايوه كلمه محترم. لازم تشوف اداء في الملعب يوازي اللي كل الفتره الاخيره حصل. كابتن محمود الخطيب سمع كلامكم ونزل لكم الملعب وكلمكم، نزل تدريبات وخلاكم قاعد ادالكم قيمه كبيره. اداكوا قيمه لما بيقعد معاكم كابتن محمود الخطيب الاسطوره النادي الاهلي بيبو، لما يقعد معاكم بيديكوا قيمه. ومفيش ولا لاعب يتجازى جزاء واحد فقط لا غير. مفيش جنيه اتخصم من اي لاعب. والجازاته ايه بقى يا كابتن محمود؟ الحنيه بقى الزياده جازاتها ايه؟ اللي انت شفته في الملعب النهارده، ابن النادي بيعمل هش للجمهور، ومش مره ولا اتنين، ده 3 مرات 4 مرات ويعملها واللعيبه تسكته، مفيش فايده. ده اللاعب الخبره، ده ابن النادي اللي المفروض جاي يعلم بقى اللعيبه اللي جايه جديد ازاي هي ايه قيم ومبادئ النادي الاهلي. هو ده النموذج اللي اللعيبه بقى شوف هتاخد منه وتكمل بقى مسيرتها. مستني ايه؟ مستني ايه يعني؟ مستني مباراه بقى؟ مستني اداء فني؟ مستني اي حاجه؟ مستني اداء فني ايه بقى من كابتن عماد النحاس؟ تبقى مخدوع خداع كبير جدا جدا لو مستني من كابتن عماد النحاس اي حاجه فنيه حلوه. ابدا تشكيل المباراه، عك في تشكيل المباراه، هتقعد اشرف بن شرقي وتقعد جراديشار وتلعب عليهم ناس غريبه جدا. تريزيجيه ده المفروض يقعد دكه بس هنزله. يا راجل بن شرقي نزله. لا مش هنزله. لا بص، هو ورقه سحريه نزلها في الشوط الثاني تجيب لي الجون الثالث والرابع عشان احنا هنجيب جونين في الاول. طب يا عم محمد شريف سيبه يبقى احتياطي، وجراديشار هو الاحسن ولاعب محترف وامكانياته احسن ومحطه وي وي وي. لا لا لا، قعدوا دكه. طب يا كابتن عماد، نلعب باتنين في نص الملعب دفاعيين 2-6. انت بتقول يا طارق 2-6 ايه؟ مروان وديانج؟ لا يا عم، ده انا هلعب ديانج 8 هيبقى عامل زي اللهطل في الملعب. مش فاهم اصلا هو بيعمل ايه. يعني انت ديانج كلنا قلنا ان هو في مركز 6 حلو، انت تلعبه 8؟ خدت منه ايه النهارده بقى؟ واحد، انفراد كان هيلبس الشناوي طرد. اتنين، ضربة جزاء اتعادلت بيها اتعادلت بيها ايجابي 1-1. الف الف مبروك كابتن عماد النحاس على الرؤيه العظيمه لديانج انه يلعب في مركز 8. عبقري، لا ممتازه جدا. وفي لقطه ثانيه نحيي فيها كابتن عماد النحاس. ايوه، هي لقطه ايه؟ زيزو اللي اشتكى قبل ما ينزل المباراه ان هو عنده مشاكل في العضله، وقال انا عندي مشاكل. قال لك عملنا له اختبارات سريعه وفوريه، يعني اختبارات سريعه وفوريه الاثنين في واحد، واثبتت ان هو سليم. لا لا لا، هو هينزل يلعب. هوب اللاعب في الدقيقه حاجه و20 يطلع ومصاب. يلا بقى شوف زيزو بقى هيخش مستشفى الاهلي. ما كانش بيجي له كحه ولا صداع مع الزمالك. زيزو ما كانش ما بيسخنش ما بيجيلوش مع الزمالك، لكن جه الاهلي مستشفى بسرعه. عايز تعالج بقى فيها شهرين دي او شهر ونص، الله اعلم، مش عارف اظبطها بالظبط. مسخره، مسخره، عك. مشينا ريبيرو وكابتن الخطيب قال مش هنزل الانتخابات اللي جايه. كابتن الخطيب نزل لكم الملعب ومفيش جزاءات حصلت لكم. وكابتن وليد صلاح الدين مدير الكوره، ايوه بقى انا عايز اشوف بقى كابتن وليد صلاح الدين هيعمل ايه مع تريزيجيه. اهو الاختبار الاول اتعادلنا، مفيش مكسب يعني، واداء طين الطين، اداء زي الزفت، ما شاء الله اكبر، اداء طين الطين. ها، وتريزيجيه ما طلعش من الملعب عشان كابتن عماد نحاس بيخاف منه تقريبا، بيخاف ان هو يزعق له، بيخاف ان هو يلوي بوزه، مش عارف يقول له هش انت كمان. فين الاداء في الملعب كابتن وليد؟ قبل بس ما نتكلم على اداء اللعيبه في الملعب، كابتن محمود حسن تريزيجيه ايوه رقم 7 ده محتاج يتعاقب. حتى لو كنا كسبنا محتاج يتعاقب. اللاعب ده محتاج يتعاقب، وعشان نشوف نيته السوداء. انت كنت ممكن تكسب المباراه والموضوع يعدي. يا عمي لاعب وجاب جول ومضغوط ومش قادر وانتوا ضاغطين عليه، ولاعب ده حرام عليك وعنده نفسيه وعنده مهلبيه. الاهلي يتعادل عشان تتبروز الصوره في المباراه، هي لقطته، لقطه الهوش اللي سكت بيها جمهور النادي الاهلي. يلا حبيبي بقى،
يلا كابتن وليد، انت اتكلمت على تغليظ العقوبه على اعتراضات الجهاز، اعتراضات على التبديلات، قلت ان هيكون في نظام جديد، واذا اتكلمت على السوشيال ميديا. انا ما اتكلمش على السوشيال ميديا يا كابتن وليد، ما اتكلمش على السوشيال ميديا، اتكلم قدام الكاميرات. عقوبه بسرعه محمود حسن تريزيجيه لو عاوزين ترجعوا النادي الاهلي، وبقى اوضه اللبس تتمسك والكلام الفاضي ده. ايوه كلام فاضي لانك ما بتطبقوش. من بعد كابتن سيد عبد الحفيظ ما عدتش بتطبق اي حاجه من مبادئ النادي الاهلي. اللي بيعترض، واللي بيشوح، واللي بيكتب على السوشيال ميديا يكتب. اي حاجه بتحصل، اي حاجه في اي حاجه. عايزين نتكلم ونقول احنا ماشيين على اسس النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي. وكابتن صالح سليم، ايوه كابتن صالح سليم اهو، ايوه كابتن صالح سليم. عايزين نمشي على الاسس بتاعته والمبادئ بتاعته. عاقبه تريزيجيه وما يلعبش الماتشات اللي جايه، ويتعور في فلوس عشان اللعيبه تعرف ان في رادع. بعد كده قفشه هيعترض، بعد كده امام، بعد كده مين يضرب مين. ده في لقطه تريزيجيه بيشوح لديانج عشان في كوره الاناني، اللاعب مستفز واناني في كذا كوره في الشوط الاول، مش عاوز يباصي، كوره راح انفراد من نص الملعب عنده يمين وشمال يباصي، والبجح شاطها بره. فديانج بيكلمه بيقول له ايه؟ قال له ولد شو ولد، انا كابتن النادي الاهلي، انت ازاي بتكلمني كده يا محترف انت يا مالي؟ ازاي تكلمني كده؟ حاجه والله العظيم ضرب من الجنون، جنون. يا كابتن عماد الكوره سهله، العب بس كل الناس في مراكزها وحفظهم اي جمله الله يسترك لحد ما نجيب مدرب، لان الموضوع كده بصراحه بوخ وبقى يعني هيمغص، وهيبقى فيه كلام هيبدا يتقال وحش من السوشيال ميديا، وهيبقى كلام وحش من الجمهور، وانتوا داخلين في جو كده. يعني كل الناس في المؤسسه بتاعت الاهلي حاسه وعندها دم الا لعيبه النادي الاهلي. كل الناس عندها دم الا لعيبه الاهلي. كل المؤسسه، اداره، بجمهور، مش عارف جمعيه عموميه، بكل باعلام، الكل حاسس بالمشكله، والكل بيشتغل ان هو يعملها الا لعيبه النادي الاهلي. بشوات يا عمي، تعادل كمان يعني ايه؟ الدوري بيبعد يا عمي، إيه يعني؟ عندنا منه كتير، ايه الفرق يعني؟ ايه يا تريزيجيه؟ مش هاممني اي حد في الملعب ولا هاممني جمهور، وهسكت يا عمي ما في ايه. عادي يا عم، بتدقها ليه؟ انت بتدور على مبادئ بقى والكلام ده يا عم بقى، خلاص الكلام ده بطل. ما هو ما عادش فيه جمهور في الملعب. ايوه الجمهور ده يا جماعه ناس غلابه كده قاعدين. ما عادش فيه جمهور، ما عادش فيه الجمهور اللي بيبص بيرج. اللاعب لما يفتح بقه يقوم واخد على دماغه. احمد حجازي لما كان في التدريبات، ولما جمهور الاهلي كان بيشتم الاسماعيلي، وده راح عمل عايز يعمل لقطه بقى ان انا ابن الاسماعيليه ويسكته، راح ضاربينه بالجزمه. قبضات الاهلي راح رامي الجزمه في وشه. اطلع بقى انت مين انت عشان تيجي تكلم جمهور النادي الاهلي؟ دلوقتي ده بيسكتنا، والمشكله ان الجمهور ما ردش عليه. عادي يعني. ايه يا عم، هو بيربيني عادي، هو عارف مصلحتي. تريزيجيه عارف مصلحتي، وكان ممكن الفوز يغطي على كل ده ويقول لك مبروك عوده الروح للنادي الاهلي، لكن سبحان الله عشان نيته السيئه الموضوع يلف ويطلع بالشكل ده. عايز تكلمني في مجهود الاهلي؟ لعب شويه في الشوط الاول، الشوط الثاني ما جاش. كل اللعيبه الشوط الثاني ما جاتش. الشوط الاول شويه لعبنا، شويه بعض اللقطات كده اللي ممكن نتكلم عليها. يعني انت بتتكلم في اول ربع ساعه كان في سيطره من الاهلي، لكن سيطره ايه بقى؟ ايه ماسك الكوره اهو، بباصي يلا، باخد الكوره بلعب ال 32، بلعب الكلب حيران، اي كلام. مفيش اي حاجه، مفيش اي خطوره في اول ربع ساعه، مفيش، ما بتعملش اي حاجه. مفيش شكل فني، مفيش اي حاجه. وده شكل يعني عمالين، والمعلق عمال يقول لك النهارده الاهلي عامل روح مش عارف ايه، وتريزيجيه نجم المباراه. نجم المباراه عشان جاب جول بعد كام مباراه يا جماعه؟ ما تجننوناش يا جماعه، ما تضايقوش جمهور النادي الاهلي بالله عليكم، الناس العاقله. يعني الناس بتتفرج وشايفين الدنيا ماشيه ازاي يا عمي. ده اداء ولا نيله. اداء ايه عشان جاب لي جول؟ هنقعد بقى نقول هوبا العرضيه اللي عملها محمد هاني اخيرا، اول عرضيه صح من بعد العرضيه اللي عملها في ماتش بورتو على راس وسام ابو علي طيب الذكر. هي دي تاني عرضيه. بص، هو في كل سنه 15 مباراه هعمل رفعه حلو، بس بقى مثلا بص مش ضامن، حط لي بقى مهاجم كويس، حط لي حد بيعرف يحط بالراس، عشان انا مش هرفع تاني، هي رفعه واحده بس وخلاص كده. اهو بنفس الفكره انا كاتب انانيه تريزيجيه اناني طول الشوط الاول، والشوط الثاني ما لعبش، بس عشان نديله حق هو الشوط الثاني ما لعبش، ما كانش موجود، هو خلاص يعني بقول لك انا بلعب قوتي هي الشوط الاول. الشوط واحد. الشوط الاول يخرب بيت الانانيه يا اخي. يا اخي انت الانانيه بقت زهقانه منك، من كتر ما انت بتأنن، من كتر ما انت لاعب بتدور على نفسك، من كتر انت لاعب بتشقي في نفسك بس. كور كتير يا عم باص يعمل كده روح كده، ما فيش
فكره هو ترقيص وشوط بطن رجل، عايز اجيب حاجه ار2 وعاوز اعمل مش عارف ايه واختراعات فقط لا غير. تريزيجيه طول الشوط الاول. وطبيعي في بقى نفس ما قلنا ان زيزو برضو الراجل كان مصاب، والراجل كان قايل انا مش قادر، مش عايز، في مشكله، قالك عملنا له اختبارات، والراجل طلع ونزلنا مكانه مين بقى؟ عندك بره يا اخي، عندك بره حسين الشحات، عندك اشرف بن شرقي، روح وديه هناك ورجع تريزيجيه ناحيه اليمين. لا، نزل طاهر محمد طاهر. ماذا قدم طاهر محمد طاهر من اول ما نزل لحد الدقيقه 96؟ بلح، طرح، ولا اي حاجه. طاهر محمد طاهر ما عملش اي حاجه، فقط لا غير. هو طاهر نزل عمل ايه؟ ما عملتش حاجه. طب حسين ما بيلعبش ليه؟ الحسين اللي شفناه في مستواه مع منتخب مصر المحليين ما اعرفش مش بينزلش ليه. هو كده، انا مش شخصنه، هو كده، يا يحلق شعره يا اما مش هيلعب. ده كابتن عماد النحاس. تيجي دقيقه 33 اللي احنا قلنا الهدف بتاع النادي الاهلي، عرضيه حلوه. برافو برافو عليك يا محمد هاني، عملت لي عرضيه حلوه، عرضيه حلوه، وتسديده حلوه بالراس من راسيه بام من مين بقى؟ تريزيجيه. اوبا، وتريزيجيه بقى اللقطه بتاعته مش هنتكلم عليها عشان هنتكلم عن طول الفيديو. والهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 44. ديانج المضحك في الموضوع ان ديانج في الكوره دي، في بدايه الكوره دي، جات له كوره من على حدود منطقه الجزاء، وكان في 3 جوه منطقه الجزاء. ديانج قاعد يتباطئ ويعمل هوب هوب هوب، والكوره تترد علينا هجمه مرتده جميله جدا 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 جدا، ويطلع عليها الشناوي اللي كان متقدم من الجول بتاعه، والكوره بقى الحكم على طول اول ما الشناوي بيقطع الكوره بيديله كارت احمر على اعتبار ان هي الكوره جت في ايده. بعد كده نرجع للفار، الفار يقعد يتفرج عليها، لا ده الشناوي خبطه في ايده وفي وشه، لا مش عارف ايه. والمهم في الاخر الكوره تتحسب انذار بس ويتلغي الكارت الاحمر. والحمد لله، الحمد لله، دي كانت تبقى نتيجه اسوأ بكتير من التعادل اللي كان حصل ده. لو كان طرد لمحمد الشناوي كان الاهلي كان ممكن يتغلب بنتيجه كبيره جدا، لان هو اصلا وهو 11 لاعب كان المستوى كان زي الزفت. بيبدا الشوط الثاني، والشوط الثاني بقى ده مليان حلويات. حلويات من نوع ايه؟ اللي جزعك، حلويات انك مش شايف اي حاجه، والاهلي ما عملش اي حاجه طول الشوط الثاني، ومفيش اي كوره تذكر غير كوره مروان عطيه اللي شاطها والحارس شالها. لكن كل المحاولات اي كلام، مفيش اي جمل فنيه متفقين عليها، مفيش اي حاجه، كله هزل في هزل في هزل في هزل، مفيش اي حاجه مفهومه طول الشوط الثاني. انا يعني بتقعد تتفرج، يا جماعه هنتعادل، يا جماعه الدنيا كلها شايفه ان احنا هنتعادل الا احنا مش شايفين. لا، هي لعيبه الاهلي، لا هم بالنسبه لهم احنا بنفكر في حاجه تانية، هنعمل ايه بعد المباراه، هنروح ناكل فين، هنصيف فين، اجازتنا هنقضيها فين. لكن بنتكلم في المباراه، لا مفيش اداء في المباراه. عايز تتكلم عن المباراه؟ يا عم ما تتكلمش في دي، مباراه ايه دي؟ 64 ديانج ما تفهمش هو كان عاوز ايه، زهق باين او حاجه، الله يا الدنيا بقى، بص قطع بطاقته وهوب ضرب الواد في ظهره بدون اي داعي، بدون اي داعي. الولد رايح اصلا طالع بره، يا ديانج بتضربه ليه؟ عشان تكمل الدنيا. وضرب الجزاء للنادي الاهلي والاهلي يتعادل. والحقيقه الاهلي بعد التعادل برضه ما فيش اي رده فعل. نزلنا بقى قفشه، ونزلنا الجاديشيار، ونزلنا مين كمان، ونزلنا بن شرقي. شفت لما ساب بن شرقي؟ يا عم نزله اساس، الله يسترك يا عم، ارحمنا يا عم، كفايه تعمل فيها مورينيو وجوارديولا يا عم، عشان خاطري لعب المحترفين بتوعك، الله يسترك. كانت هتفرق كتير، تفرق كتير معانا. لكن مفيش اي حاجه حصلت. بعد كده نزلنا قفشه طبعا حاجه جميله جدا، مفيش اي كره تذكر منه، ما عملش اي حاجه في اي حاجه، كل الكور بتاعته غريبه جدا. وبرده الدورات اللي بيعمله مفيش، مفيش في الملخص، مفيش. الاهلي ما جاش، الاهلي ما عملش حاجه، الاهلي بقى ابيض يا ورد. نفس مشيت ريبيرو، وكابتن خطيب هيمشي، والجمهور ما عادش بيجي في المدرجات، الجمهور اللي بيزعق واللي بيشتم واللي بيعمل، والسوشيال ميديا مش عارف ايه، ولا وبرده اللعيبه زي ما هي مستواها واحد سيء من اسوأ لاسوأ لاسوأ لاسوأ. اي يعني المفروض نقول ايه؟ المفروض نقول ايه بعد التعادل الايجابي قدام نادي ام بي؟ بتلعب ب 2-6، وبتلعب بمحمد شريف راس حربه، ومقعد بن شرقي على الدكه، مستني ايه بقى؟ ها، مستني نتكلم ايه؟ نقول ايه؟ عايز تدخل بكابتن عماد النحاس ماتش الزمالك؟ انت حر. عايز تكمل بكابتن عماد النحاس؟ انت حر. بس ما تلومش الا نفسك، وما تلومش من النتائج اللي هتحصل كارثيه، لان اللعيبه ممروعه.
اللعيبه في يعني ايه، عارف انت، ايوه ما هي ايوه ممنوعه، صح هي ممنوعه. اللعيبه ممنوعه، ما بتتخصمش منها جنيه، ما بتخصمش منها جنيه، بس بتلبسها للمدرب. ماشي ريبيرو يا عم، ماشي كولر الوحش، اطلع بره يا كولر، اطلع بره يا موسيماني، اطلع بره يا ريبيرو. ايه ده، اللعيبه لا مساس باللعيبه. هو انت عارف اللعيبه دي عملت ايه؟ ده اقرا التاريخ بقى، اقرا التاريخ يا عم وتعالى لنا، اقرا التاريخ وبعد كده تعالى اتكلم على لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده حاليا. هارد لك لجمهور النادي الاهلي، ومش هارد لك للاداره ولا للعيبه، لان انتوا الاداره انتوا اللي مرعتوا اللعيبه، وانتوا اللي مخلين الوضع الحالي بالشكل ده، وانتوا السبب الاساسي في تراجع نتائج النادي الاهلي، لان اللعيبه ممروعه واللعيبه مش بتتعاقب، واللعيبه هتعمل اللي هي عاوزاه طول الوقت، وهيكتبوا على السوشيال ميديا وهيسكتونا زي كابتن محمود تريزيجيه ابن النادي الاهلي النهارده. تعادل مخيب والدوري بيروح يا جمهور، يا اداره النادي الاهلي، مش يا جمهور، جمهور عارف، يا اداره النادي الاهلي عاقبوا اللعيبه، اللعيبه لازم تتعاقب. كابتن وليد صلاح الدين لو ما عملتش حاجه في الواقعه بتاعه محمود حسن تريزيجيه فشكرا ليك، واحد من ضمن اللي جه، مفيش اي حاجه تفرقك عن اللي فات. شكرا.